أنا منى وده فيديو جديد النهاردة. هشارك معاكم بلانر لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين ورمضان خلاص الأسبوع الجاي، فحبيت ان انا ابدأ اعمل معاكم بلانر لشهر رمضان. طبعا انا عندي بلانر اللي هي بتاعت 2023 بتاعت السنة كلها، ولكن حبيت ان انا اعمل بلانر تانية تكون فيها ازاي اقدر ان انا اختم القرآن اكتر من مرة، وازاي اقدر ان انا مفوتش صلاة التراويح. كل ده هنعرفه مع بعض في فيديو النهاردة. قبل كده أنا عملت بلانر للسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، ولكن البلانر كان كبير جدا وكان فيه تفاصيل كتيرة، فأنا مش عايزة كل التفاصيل دي. أنا هعمل بس ورقتين بحاجات بسيطة جدا، ممكن اللي احنا نعملها حتى في ورق خارجي، مش لازم في البلانر بتاعتنا. أول حاجة طبعا أنا كان عندي اللي هي النوت الصغيرة دي، كنت جايباها من على شي ان، وكانت موجودة عندي. كنت مش عايزة ان انا استخدمها لان كنت بحبها جدا، ولكن هستخدمها في رمضان بحيث ان انا اكتب كل الحاجات اللي انا هعملها في رمضان، لان رمضان هيكون فيه مذاكرة ويكون فيه كلية وحاجات كتيرة جدا، فهحتاج ان انا انظم وقتي في الشهر ده بالذات علشان مضيعش اي حاجة. اول حاجة عملتها وهي بدأت اكتب الطريقة اللي انا همشي عليها علشان اختم بيها القرآن في شهر رمضان. الطريقة دي انا مشيت عليها السنة اللي فاتت، وكانت أول مرة أختم فيها القرآن في رمضان. كنت مبسوطة جدا بجد. ختمت القرآن كمان قبل رمضان ما يخلص بأسبوع، لأني كنت قرأت أكتر من الجدول اللي أنا كنت حاطاه، فما كنتش عارفة إن أنا أخلص كمان مرة تانية في آخر أسبوع. ولكن الطريقة دي حلوة جدا، هقولكوا هكتبها لكم هنا على الشاشة علشان تبدأوا تمشوا عليها، وأي حد ما ختمش القرآن قبل كده في رمضان يمشي على الطريقة دي، وإن شاء الله تقدروا انكم تختموه مرة ومرتين كمان. لو انتوا حابين او انتوا مثلا عندكم القدرة انكم تقرأوا من الأول تاني وتختموه مرة تانية، هيكون دي حاجة كويسة جدا. بعد كده بدأت ان انا اعمل سطر لكل يوم في الشهر، 30 سطر كل يوم. هبدأ ان انا اشوف الحاجات اللي انا هعملها في اليوم ده ايه. الحاجات الاساسية طبعا اللي هي قراءة القرآن والصلوات بتاعة اليوم وصلاة التراويح والاذكار، وكمان عدد اكواب المية اللي انا هشربها، لان المية طبعا مهمة جدا في رمضان من بعد الفطار لحد السحور. فكتبت كمان ان المية دي حاجة مهمة علشان صحتي ما يحصلهاش حاجة من قلة المية في رمضان. بدأت ان انا اقسم الصفحة عندي لأربع اجزاء او خمس، وكتبت هنا من 1 ل15 في الصفحة دي، والصفحة التانية كتبت من 16 لحد 30 علشان كل الشهر يكون موجود قدامي. كل يوم لما يعدي اعمل كده علامة صح على كل حاجة انا عملتها لحد اخر الشهر. في حاجات تانية ممكن انكم تضيفوها انا ما ضفتهاش في البلانر. ممكن انكم تعملوا جدول مخصص ليوم الجمعة فقط في رمضان، يعني تقريبا رمضان ده هيكون فيه 5 جمعات، فتخلوا فيه كده كورنر صغير في النوتس بتاعتكم يوم الجمعة، تكتبوا انكم ما تنسوش تقرأوا سورة الكهف في يوم الجمعة ده بالذات، بحيث انكم كل يوم جمعة لما تشوفوا النوت ما تنسوش انكم في حاجة لازم تعملوها في الجمعة. وان شاء الله لما تعملوا كده في رمضان، بعد رمضان هتبدأ ان هي تكون عادة عندكم، وكل مرة او بعد ما تخلصوا رمضان هتلاقوا نفسكم بتقرأوا سورة الكهف برضو من غير ما تستنوا ان يكون في نوتس عندكم بتفكركم. عايزة اقول لكم حاجة كمان، ان شهر رمضان ده انسب شهر انكم تبدأوا تخسوا فيه او انكم تتخنوا. الناس اللي هي عايزة تعمل دايت يكون كويس، شهر رمضان والصيام المتقطع والحاجات دي كلها، ده كل ده هيفيدكوا جدا. مفيش حد يقول ان رمضان بيتخني او ان انا بس بخرج من رمضان تخينة والكلام ده، لاننا احنا اللي بنعمل الحاجات الغلط اللي هي تبوظ صحتنا ويجي علينا بالعكس. فلازم اللي احنا نتبع نظام غذائي يكون كويس في رمضان علشان نخرج من رمضان واحنا صحتنا كويسة، وفي نفس الوقت كمان وزننا يكون حاجة كمان عايزة اتكلم فيها بالنسبة للمذاكرة. طبعا رمضان جاي في وقت اللي هو وقت عصيب جدا،
إن إحنا بعد العيد هنبدأ نمتحن على طول، فإحنا مفروض نكون بنذاكر في رمضان. هل المذاكرة في رمضان صعبة؟ هي مش صعبة ولكن محتاجة لتنظيم وقت، مينفعش في رمضان أفضل نايمة طول النهار بالليل. أنا بالليل هل هقضي اليوم الرمضاني بتاعي مع العيلة ومع صحابي ولا اللي أنا هقعد أذاكر ولا أقضي العبادات بتاعتي؟ فلازم اللي أنا أنظم وقتي في رمضان. المذاكرة الصبح بدري، وقت الفجر أو الصبح أو قبل الفطار بساعتين أو بعد الفطار علشان نبدأ اللي احنا نهضم الأكل اللي احنا أكلناه. نبدأ نختار الوقت المناسب لينا بحيث ان احنا كمان المذاكرة ما تغطيش على العبادات بتاعتنا في رمضان ونتحجج نقول احنا مش فاضيين نصلي او احنا مش هنروح نصلي التراويح عشان بنذاكر. مينفعش ان احنا نيجي ابدا على الشعائر الحلوة بتاعت رمضان علشان خاطر المذاكرة. بعد كده في النوتس الصغيرة دي بدأت اللي أنا أكتب عدد الصفحات اللي أنا هقرأها في كل صلاة في خلال يعني 30 ورقة قدامي اللي هي 30 يوم علشان مفيش ولا يوم أنسى اللي أنا هعمل فيه. طبعا حاجة مهمة جدا إن احنا نستغل الوقت بتاع المواصلات لو احنا بننزل المدرسة أو الجامعة والمشوار بيكون طويل، مننساش اللي احنا نقرأ قرآن في الوقت ده. لما نرجع من البيت لازم ان احنا نصلي الصلوات اللي احنا معرفناش نصليها برا البيت، او لو احنا برا وفي مكان متاح اللي احنا نصلي فيه ما نضيعش الصلوات. اي حاجة من اللي انا قلتها دي حاجات مهمة جدا اللي احنا نعملها في رمضان علشان كل ما نلتزم بيها في رمضان بتفضل موجودة معانا بقى في العيد وبعد رمضان ولحد رمضان الجاي كمان.